اليوم أول يوتيوبر عربي أحمد أبو الروب يزور جزيرة أبسيتان اللي كلها فضايح. اليوم راح نشوف كيف الزلمة جرأ وفات مع رغم أنه هنيك كلها مشدد بالأمن الحراسة الأمريكية. يعني سافر ودفع لما وصل لهونيك، حتى طيارته الدرون فجرت شركت بالمي حتى يسوي الفيديو. شدوا الزلمة جريء. خلينا نبلش فيديو نسوي ردة فعل عليه. قبل كل شيء صلوا على الحبيب محمد بالتعليقات واشتركوا في القناة. نبدأ الفيديو على بركة الله. معصية أو زي ما احنا حنسميها بهذا الفيديو جزيرة أبو الجوج. حتحكي لي مين هو أبو الجوج؟ هو شخص كان يحب يدرس مع بنات عمرهم تحت ال 18. هدفنا بهذا الفيديو إنه نروح على الجزيرة، نروح عليها ونشوفها، نشوف شو هي، إيش فيها حاليا. كثير عندي فضول أعرف. على اول شيء الزلمه عم بوضح شو بده يروح على الجزيره ويشوف. يعني خلينا نسبق الاحداث ونروح على الجزيره نشوف ايش في، لانه الدقيقه 22 يعني مسلسل كامل. وهيك اجى الوقت نركب الجيت سكي لاول مره في حياتنا احنا الاثنين، واعطانا المرشد زي تعليمات السلامه، ايش تعمل وايش ما تعمل، وبعديها على طول انطلقنا في البحر. طلع سهل. سهل. كيف أبعد على العمود؟ في البدايه الامور كانت مبينه سهله، يعني يا اخوي احمد، يعني جيسكي هذا مثل موتور لو بده لابين، يعني ما بده شيء، لا في دعسه ولا في شيء، عم تعطيها هيك وعم تمشي. احمد لا عمالك ولك الموج عمالك ولا موج يا اخوي. وهيك بالضبط كانت اغلب الرحله. ليش الموج هيك؟ مش قادرين نمشي خطوه لقدام. يا الله، في عم يكون بطيئين. يا جماعة بنمشي بطيء عشان الموج كثير عالي وصراحة خايفين. حاس حالي في فيلم. الطريق عم بيكون كثير طويل لانه احنا بطيئين، هذا مكان كثير خطير. ليه؟ أنا بحب أقعد في البيت. وعشان تصير الامور اسوأ صارت الدنيا تمطر علينا، والموج صار اعلى من قبل. الموج علي، طلع ملاحظ. وهيك بلشنا نقترب لجزيره ليتل سين جيمس. هيها وصلنا الجزيرة. مش طبيعي، الطريق أخذ منا تقريبا ساعة مش طبيعي بالمي. بس وصلنا، والواضح إنه هاي المرة إحنا إجينا على الجهة الثانية. جمال ما بيعرف هذا الشاب اللي ورا، هذا معروف بامريكا انه عنده خير الله مغامرات كل مدينه امريكا الا بيكون له في فيديو طابع شخصي. ومن هون عم بشوف إنه في قارب صافف، وفي إشي كأنه بيت. حاسس إنه في ناس، يعني الواضح إنه في ناس فيها. 100% في ناس، في قارب صاف. وهلا رح يبدا الاكشن. طب حنعمله هلا، بدنا نلف نروح على جهة شوي نقطة عمياء ونطلق درون. خد بالك يا احمد، السفينه اللي قدامك هذول بكون سريعات. هاي ابعد عنها. حركنا باتجاه المنطقة الصخرية اللي على أطراف الجزيرة عشان نقدر نطلق الدرون بدون ما حدا يشوفنا. اوكي، اجينا على هاي النقطة ورا الجزيرة وتقريبا مخبيين ورا الحجار. من هون بدنا نطلع الدرون ونفتش الوضع. Attitude mode. معلم، بدك تطلق درون فيها مسؤولية قانونية، يعني بجوز حامل جواز السفر الكاريبي أو تبع أمريكا جوز يعني يسوي لك فضايح، بس إن شاء الله ما يصير. وهيك صار الوقت نشوف ايش في هاي الجزيرة. حاليا الدرون قاعد بطير. اول مبنى هنا عنده. أوه. شو هذا المكان غريب. إذا في مكان كان يعبدوا فيه الشيطان فأتوقع إنه هذا المكان، قد ما هو غريب خصوصا في شكله القديم قبل ما يدهنوه. في زي بركة مي جوا الجزيرة. ابصر شو كان شو الجزيرة يا جماعة الخير من فوق، شو عم تبين كأنه جهنم مو جزيرات. يعملوا فيها. هاي المنطقة كلهم كانوا يبنوا اشي هون بس بعدين ما صار. شو هالدائرة البيضاء هاي؟ في دائرة بيضاء، ايش هذا؟ يا حبيبي ايش هذا؟ عم هذا إذا بتطلعوا عليه تبع عباد الشياطين وساعة وحجار مع حجار، هدول جزيرة الفضايح، هي مو جزيرة هذا ليسن جين جيمس شو بسموه، طريق سيارات ما سيارات، يعني كل شيء عم بين نظام، يعني في شيء الله يستر من أعظم. خلينا نشوف. والله شمس؟ اشي غريب. رمز شو هذا؟ ايش هذا؟ رمز شو هذا يا احمد؟ والله بخوف. في بخوف اشي زي هيك، والله مش عارف عفوا. والله هذا اشي كأنه بيت او ما بعرف للسكنة او بيت للضيوف، بس انه كثير بعاد. خايف الدرون ما يرجع، كثير صار بعيد. اوكي، هون الواضح انه مكان للسكنة، في زي شارع وبعدين زي فيلا وفيها مسبح.
يعني واضح انه مكان بيعيشوا فيه الاغنياء، بس ما في شيء مميز هون، بيت طبيعي. اوكي اسمع، بلش الدرون تضعف الشبكه، خلينا نرجع. رجع. في اشياء ثانيه غريبه انتبهت عليها، زي هذا الاشي. شو هاد؟ وبرضه هذا الاشي على الجهه الثانيه من الجزيره. اغرب اشيين لهلا المعبد هاد، الشمس اللي على الارض، هاي الشمس اللي على الارض كثير بتخوف بصراحه. استنى شوي، شو هاد؟ في هذا ما كانت سهلة لأنه كل ما تمشي لقدام الموج برجعك لورا، والأرض كلها صخر. كمان إشي، قبل ما أجي عملت دراساتي للمنطقة وشفت إيش في مخلوقات خطيرة هون. طلع في بالمنطقة شوية ستينغريز، في سمكة الأسد السامة، وأبو الهيلمان. أول اثنين ما شفت إشي منهم، بس أبو الهيلمان كان معبى في كل مكان. لحسن حظي كنت مجهز حالي وجايب معي بوت مخصص للمي عشان ما يقدر أبو الهيلمان يخترق رجلي ولا سمح الله يسممني. وصلت الجزيره. كثير السباحه كانت صعبه لانه نعم يا جماعة الخير، زي مجنون هذا. شلون فتحت جزيرة وفيها حراسة مشددة وفيها يعني أول يوتيوبر عربي زال منتقد إلى صانع محتوى يعني لا مثيل له. الله يقويك. معبي أبو الهيلمان. هاي هي الجزيرة. إيش هذا الإشي؟ مش عارف. هون في مبنى. مش عارف. هون في مبنى. أنا على جزيرة صار فيها أشنع وأسوأ أشياء عرفها تاريخنا. أنا حاليا عليها. صراحة خايف يكون في أمل. بمشي بحذر. هدفي آخذ الدرون الهوية. هدفي أطلع فوق هناك، بس ما بعرف كيف أطلع. وضع كثير مخيف. في علامات على الأرض، شكله كان في حدا هون جديد. طلعوا. الغرابة. اوكي صراحة عن جد ضايع، مش عارف اعمل شيء. هسه حرفيا غابة. طبيعي نطلع لفوق نجيب الدرون تاعنا. المشكلة إنه أنا لساتني مريض، وكل هالأكشن عم بعمل جهد على جسمي. ممكن تحسوا على جزيرة بقدر يشوفني بسهولة. أنا خايف والله أنا خايف. هاي الدرون تاعي. يلا نطلع من هون. هاي المبنى. ايش يا أحمد لك؟ اطلع يا زلمة، لسه قاعد عم بتدور. اطلع يا زلمة. يعني شوفوا هالمبنى المهيج شلون عاملينه، كأنه من كرتون أو خشب. حسيت بطاقة جدا سيئة بتطلع من هذا المبنى. كل الشبابيك مسكرة بخشب. ايش المبنى الغريب؟ هذا المكان هو تقريبا أسوأ مكان في الجزيرة، أكثر مكان صور انتشر، وما حدا فاهم إيش بالضبط كان يصير هون، وهذا اللي بيخلي الموضوع يخوف أكثر. ايش هاد؟ دقيقة ما سمعت صوت كلاب. أنا خايف. ما بنصح أي حد يعمل هاي التجربة. اوكي رجعنا للشط الحمد لله. اوكي هذا الموضوع مو سهل، لازم نسبح ونرجع لعند جاد في الجيت سكي. مثل ما شفتوا هون طلع وخلص وساوى جولة ومشي وعملنا هيك نظرة، يعني كجزيرة عادية يعني ما فيها شيء، بس انه مشكلة هالمعبد اللي سووه. نرجع بالزمن لورا، يعني الزمن هذول القاسي، ما بدي اكمل الكلمة، والرؤساء كتير راحوا، يعني مثل عنا المخلوع كان هنيك كمان، حتى في له صور انتشرت. السنة من اعظم الجزيرة هي، يعني يا مملوكة لهذا الزلمة، بس هذا الزلمة بزمانته اقتالوه موتوه والله ما بعرف. لهون نكون وصلنا اخر فيديو، ان شاء الله كنا لاعجابكم. تسلم خير الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.